احنا شرحنا طريقة الوضوء الصحيحة، لكن إذا كانت إحدى اليدين أو القدمين بها إصابة أو مربوطة مثلا بالشاش الطبي، فهذه الحالة يجوز لك أن تمسح بيدك السليمة عليها دون غسلها. أما إذا كان الشخص مريضا وقد منعه الأطباء من استعمال الماء على جسده، أو في حالة عدم وجود الماء، فهذه الحالة فإن الله أعطى المسلم رخصة التيمم، وهي الوضوء بدون الماء عن طريق ضرب كلتا اليدين على الأرض إذا كنت في الشارع مثلا، أو على حائط المنزل، أو على ملابسك، أو على الفراش. إذا كان الشخص مريضا لا يقوم من فراشه، ثم بعد ذلك يمسح بيديه على وجهه، ثم يمسح ذراعيه، وبهذا يستطيع الصلاة. يجب أن تتذكر إن هذه الرخصة لا تستعمل إلا في الحالات التي ذكرناها. أنا دكتور مصطفى، هقدم لك كل يوم معلومة دينية بسيطة مررها لأولادك عشان يعرفوا أمور دينهم. شاركها بنية الصدقة الجارية لي ولك ولكل أموات المسلمين.